السلام عليكم، كيف حالكم؟ بكل بساطة تروا إحنا جيل مبدع وموهوب يشتي يقدم شيء للمجتمع، مش قادر. والله ما إحنا قادرين نقدم شيء. طيب ليش مش قادرين؟ الحروب اللي صايرة في بلادنا دمرت كل أحلام الشباب، الوضع الاقتصادي منهار، كل النكبات اللي تعرفها حلت علينا، بس للأسف باقي نكبة ما حد منتبه لها: العادات والتقاليد. الجنبية عندنا دائما لا تطلعها الا على دم، يعني انت تهاوش انت وشخص طلع عن الرجال، اذا طلعتها وما عند الرجال ما انت رجال بعد. بس هذه هي، ما تفك الجنبية الا وانت رجال شنب. تروا هذا الكلام هو ما جابه من راسه، الكلام هذا يكون ابوه سمعه من جده، وهذا سمعه من ابوه، وحاليا هو يعلم اولاده: اذا طلعت الجنبية لا ترجعها مكانها الا اذا طعنت الشخص المتهاوش معه وقتلته. يعني لازم دم. الرجال هذا مش مكتفي انه يعلم اولاده بس، لا، كمان يطلع بفيديو يعلم اللي مش عارف. لو على كذا احنا جالسين نربي جيل متوحش، جيل قاتل، جيل عربيد. ما ترجع الجنبية الا بدم. اذا ما انتبهنا لهذا الشيء المقرف مشكلة، كارثة. خذوها معلومة: اذا كنا احنا فاشلين وصايعين وسرابيت بنسبة 50%، حطوا رجل على رجل وتأكدوا ان الجيل القادم راح يكون فاشل وصايع وسربوت بنسبة 100%. وهذا الشيء طبيعي، لان التلميذ يطلع احسن من المعلم. عاداتنا وتقاليدنا اللي قالها هذا الشخص: الجنبية عندنا دائما لا تطلعها الا على دم، يعني هذه مش عادة تقاليد، هذا تحريض على القتل. معنا امثلة كثير على هذا الشيء. بعض الجيل الاول كانوا ياكلون ميراث خواتهم من النساء، اليوم عيالهم ياكلون حقوق الناس، ينصب على هذا ويسرق هذا ويتبلطق بهذا، يعني عربيد يزيد من ابوه. صراحة انا عجبنا هذا الشخص بحركته البائخة. الا وانت رجال شنب. لازم شنب، لازم اكون شنب، اقتله واخلف بعده 10 ايتام، وارجع انسجن 15 سنة، وارجع ابلغ دية 15 مليون 20 مليون، ونرجع نشحت من جميع الدول ومن جميع العالم، واخلف بعدي ايتام، وعلى هذا الحال. انت رجال شنب. لازم شنب، ولازم اكون شنب، لان انا اذا طلعت الجنبية وبعدين عذبت ابليس ورجعتها مكانها كذا انا اصير مانش رجال. يا رجال ما اصيرش 177 الف رجال. بسبب هذا الشخص والاشخاص اللي جابوا له هذه المعلومة الغبية احنا نعاني جدا من الثار على مر العصور. والله حقيقة، في واحد كنت شغال انا وهو قبل سنة ونص تقريبا، هو من محافظة جنوبية، قال لي: تدري يا فايز ان انا قطعت الجواز من عندكم في تعز؟ قلت له: ليش؟ قال لي: انا لو نزلت عدن في قبيلة لو يدرون اني من قبيلة فلان راح يقتلوني. طيب ايش السبب؟ قال لي: لاننا قبل ما اولد، ركزوا، قبل ما يولد هذا الشخص واحد من جماعتهم قتل واحد من الطرف الاخر، ومن ذاك اليوم من لقي صاحبه دقه. والله العظيم ان انا شعرت بغبنة، بحزن، بقهر. احنا ايش ذنبنا نتحمل بلاويكم؟ اجي على الدنيا وانا مهدد بالخطر، بالقتل. ليش؟ عشان واحد من عيال عمنا قتل واحد من عيال عمهم، وعادنا داخل بطن امي، او يكون بالاساس عدوى بما تزوج امي بالمرة. والله احنا عايشين في غابة، احنا مش عايشين بدولة بامن وقانون، وقرم ياخذ عقابه والمظلوم ياخذ حقه. لا، احنا عايشين بغابة. ما تفك الجنبية الا وانت رجال شنب. هي حاول تراجع نفسك بالكلام اللي قلته يا عبد الرجال. السلام عليكم، كيف حالكم؟ جاي حنحن لي الساعة، جاي حنحن لي الساعة، يعني بدأ وقت ما بدأت الفيديو جاي حنحن صاحب السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ من جديد.